إلا لاحظتوا في المغرب في السنوات الأخيرة ما بقيناش كنتفاهموا وما بقيناش كنفهموا بعضياتنا بسهولة، لا ما بين الصحاب ولا ما بين العائلة ولا حتى ما بين الأجيال ولا المجتمع ككل. كنستعملوا نفس الكلمات ولكن بمعاني مختلفة، وكنعيشوا نفس الواقع ولكن كل واحد كيشوفه بطريقة ديالو الخاصة. وهذا الشيء بطبيعة الحال ماشي عشوائي، حيت حنايا تربينا وكبرنا على واحد العالم اللي ما بقاش أصلا كاين، والناس اللي قبل منا ترباو في واحد العالم اللي كان أبطأ وأوضح وأكثر استقرار. الانسان كان غالبا كيعرف شنو خصو يدير في حياته، كيقرا وكيخدم وكيستقر وكيعيش وسط نفس المجتمع تقريبا حياته كامله. وكانت الا تبدلات شي حاجه في العالم كانت كتحتاج سنوات طويله باش انها توصل للناس. ولكن اليوم وليتي تقدر تشد العالم كامل وديرو في جيبك. ولكن المشكله ماشي في الهاتف ولا في الانترنت ولا في التكنولوجيا، المشكل هو في الانسان بذاته. الانسان ولا عايش في اكثر من عالم في نفس الوقت. اليوم وليتي كتلقى شاب في المغرب جالس في الغرفة ديالو، ولكن عقله عايش في دبي ولا في أمريكا ولا في كوريا الجنوبية. وبنت عايشة في مجتمع محافظ، ولكن كل نهار كتشوف أفكار وعلاقات مختلفة تماما على الواقع اللي كتعرف. وفجأة ولا عندنا تناقض داخلي مع راسنا وتناقض مع المجتمع ككل، حيث الإنسان ولا كيشوف حياة كثيرة ممكنة ولكن ما عارف شكون فيهم هو الحقيقي بالنسبة ليه. ومن هنا بدا الصراع الحقيقي. قبل كان الانسان كيقارن راسو بالمحيط ديالو، ولكن اليوم ولا كيقدر يقارن راسو بالعالم كامل. كيشوف شاب في نفس العمر ديالو كيدير الملايين من الانترنت، وكيشوف ناس اخرين كيسافروا في العالم كامل، وكيشوف طرق نجاح ما كانتش معروفة من قبل. وفجأة الحياة اللي كان كيشوفها عادية ولا كيحس بها صغيرة. ولكن في المقابل الجيل القديم ما عاش هاد التحول، حيت الناس اللي تربوا قبل من الانترنت عاشوا في عالم مختلف تماما. عالم كانت فيه المعلومة محدودة والأفكار محدودة وحتى التغيير كان محدود. وداكشي علاش في البداية بزاف منهم كانوا كيشوفوا الانترنت كخطر، كيضيع الوقت وكيخرب القراية وكيبعد الدراري على الواقع. وإلا رجعنا شوية للبداية ديال الألفينات غادي نلقاو بزاف ديال الأسر المغربية كانت كتقاتل باش تبعد ولادها على الانترنت والألعاب والتكنولوجيا، حيت ما كانوش فاهمين شنو داخل العالم أصلا. ولكن المفارقة الغريبة هي أن نفس الجيل اللي كان خايف من الانترنت ولا اليوم حتى هو غارق فيه. نفس الناس اللي كانوا كيقولوا لك حيد الهاتف ديالك ولاو اليوم كيدوزوا ساعات طويله امام مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الشيء كيوري فقط شحال العالم تبدل بسرعه كبر من القدره ديال الانسان على الاستيعاب. وبحكم السن ديالهم الاولاد استوعبوا وتاقلموا مع الانترنت والتكنولوجيا بسرعه على الاباء ديالهم اللي خدات لهم فتره اطول. حيث الحقيقه هي ان كل جيل تربى على نسخه مختلفه من العالم. الجيل القديم مثلا تعلم ان الاستقرار هو اهم حاجه، ولكن الجيل الجديد حل العينين قدام واحد العالم اللي سريع ومفتوح وما عندوش حدود واضحة. كبر هو كيشوف السوشيال ميديا وليزانفلونسور والاي اي والكريبتو وناس كتغير حياتها غير من الهاتف. وداكشي علاش بزاف ديال الشباب اليوم ما بقاش كيقبل يعيش بسهولة نفس الحياة القديمة بلا ما يسول، وما بقاش كيقبل بسهولة الإهانة ولا التحكم الكامل. وماشي حيت داصر ولا ما كيفهمش، ولكن حيت شاف أن العالم كبر بكثير من هذيك الصورة اللي تربى عليها المجتمع. ولكن حتى الجيل الجديد عنده مشاكله، حيت كثرة الاحتمالات دمرت الوضوح. قبل كانت طريق وحده اللي باينه، قرا باش تخدم وتزوج ودير حياتك. ولكن اليوم ولات كاينه 1000 طريقه. ولكن المعضله الكبيره هو انه كلما زادت الحريه زادت حتى الضياع، حيت اليوم بزاف ديال الناس ما بقاوش عارفين شنو باغين وما قادرينش يركزوا ومازال كيقلبوا على معنى الحياه ديالهم. وحتى العلاقات تبدلات. قبل كانت الناس كتعيش مع بعضياتها، ولكن اليوم وليتي كتلقى عائله كامله جالسه في نفس الصالون، ولكن واحد عايش مع فيديوهات النجاح، وواحد غارق في الاخبار، وواحد مع المؤثرين، وواحد مع نظريات مؤامره، وواحد من القلق والشغل والمستقبل. داكشي علاش طريقه فهم الواقع ولات مختلفه. اليوم ولا كاين صراع كبير ما بين الناس اللي كيشوفوا ان المشكل في المجتمع والنظام والعالم، وناس اللي كيشوفوا ان المشكل في الانسان نفسه. داكشي علاش ولا اي نقاش بسيط كيتحول بسرعه لصدام. وهذا الشيء بطبيعه الحال ماشي غير في المغرب، ففي كوريا الجنوبيه مثلا، ورغم التطور الكبير بزاف ديال الشباب بداو كيرفضوا الزواج والحياه التقليديه والعمل الكلاسيكي. وفي امريكا واوروبا كاين اليوم خوف كبير من الاي اي
ومن العزلة ومن الإدمان على السوشيال ميديا. يعني أن العالم كامل داخل في مرحلة جديدة، ولكن المغرب عاش هذا التحول بطريقة خاصة، حيث في المجتمع المغربي ولا فجأة عندنا قيم قديمة مع عالم رقمي جديد، وعادات قديمة مع أفكار عالمية جديدة، وأجيال مختلفة كتعيش نفس الواقع ولكن بعقول مختلفة. وداكشي علاش اليوم كاينين الناس اللي كتحس أن المجتمع تبدل بزاف، وناس أخرى كتحس أن العالم خرج على السيطرة، وناس أخرى أصلا ما بقاتش عارفة شنو خاصها تبغي من الحياة. إذن فالمشكل الحقيقي ماشي مشكل أجيال، وماشي أن الناس ولات خايبة ولا ضائعة. ربما أن المشكل ببساطة هو أننا تربينا على واحد العالم اللي ما بقاش موجود اليوم. داكشي علاش ربما أهم مهارة اليوم ماشي هي الدبلوم ولا حتى المعلومة، ولكن هي كيفاش تتأقلم مع عالم سريع بلا ما تفقد النفس ديالك، كيفاش تستعمل التكنولوجيا بلا ما تدمرك، وكيفاش تنفتح على العالم بلا ما تحتقر الواقع ديالك، وكيفاش تفهم أن الحياة ما بقاتش عندها نسخة واحدة لكل شيء. وربما السؤال الحقيقي هو ماشي شكون اللي عنده الحق، ولكن كيفاش نعيشوا في هذا العالم الجديد بلا ما نفقدوا القدرة على أننا نفهموا بعضياتنا. وبهذه الكلمات تكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم. ما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، ونتلاقاو في الحلقة المقبلة بإذن الله.